مانيفيك. وهذه الطفله قلت لها علميني النقطه، علمتني النقطه على جهه هما اللي وراو لي هذه الطريقه تاع. أقول شاطئ الجزائر 120 كيلومتر تقريبا في جيجل قنار وما شاء الله العوانة. نرحبوا بطلبتنا الأعزاء اللي جاونا من جيجل. سيد مسعود محمد ممثل عن النادي الثقافي العلمي وشاعر وكاتب والعديد من فواخر محمد. بلال عفوا بلال، نعم بلال لوراري هكذا. بلال لوراري قلت ممثل عن النادي الثقافي العلمي لجامعة جيجل. صباح الخير. صباح الخير، يا أهلا بكم في القلب. نعم. بكم من رحاب عاصمة الكورنيش جيجل. القلب أراد أن نرحب بالطالب السوري قبل الجزائري. سيد محمد شكرا. طالب جزائري ممثل عن الجالية طبعا المقيمة بالخارج، يعني وصلت بيناتهم، وكذلك عضو في هذا النادي الجزائري منسق الجاليات من سوريا، طالب في الجزائر. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم وشكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة التي اتاحتونا نتحدث باسم جميع الطلبة، ليس فقط أجانب بل حتى جزائريين أيضا. أكيد مرحبا بك معنا حبيبي. بلال النادي الثقافي العلمي بداية خلينا نعرفوه لجامعة جيزل قبل أن نتحدثوا على مختلف التدورات اللي تقدموها. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الثقافي الإعلامي لجامعة جيجل كما قلت إرادة طلابية قوتها الإبداع من أجل كسر وتعويض الحلقة المفقودة في النشاط الجامعي، وهي ربط المتأصل من الجانب اللاشعوري. نحاول أن نرسم الجانب اللاشعوري ونحوله إلى جانب شعوري في الإبداع. هذا الجانب الشعوري يتحول إلى صورة سلوكية، خاصة أنه هناك عدة مواهب. تعرف حسن في الجامعة الجزائرية غنية جدا بعدة مواهب في كل على كل المستويات الفنية والثقافية. الفن متعة، ولكن كما يقال اللحن أكثر حيوية وأكثر خصوبة. أردنا أن نمد جسور التواصل مع الزملاء طلبة الأجانب، وكما ترى معي الزميل مسعود، زملاء من سوريا ومن فلسطين ومن كل الجاليات. أنا نحب نخليه يتكلم أكثر على الجانب الحياتي في جامعة جيجل وفي يلا أسألك طبعا عندما يستخدم أي طالب إلى الجزائر، هناك بعض الطلاب يتبعون منهج التقوقع، إنه لا يهمهم ما يجري في الجزائر. أنا أرازي فكرة خاطئة، أن ما يجري في الجزائر هو يمسنا مباشرة. ما يجري في الجزائر من السلام هو سلام بالنسبة لنا، وما أزمة يكون أزمة بالنسبة لنا. نحن هناك سكان في الجزائر، نحن نعيش في وطن الجزائر فيجب أن نتفاعل مع هذا الوطن، أن لا يجب أن نكون عابرين سبيل فقط في هذا الوطن، أن نحاول أن نقدم شيئا ولو كان بسيطا جدا لهذا الشعب. نرى هناك كثير من الجاليات هنا موجودة هنا، كردية وتركية وفلسطينية وصحراء غربية. نحاول أن نقرب هذه الجاليات كلها، نحاول أن نخلق فكرة ثقافة واحدة ممزوجة فيما بينها، أن نقدم لجميع الطلبة في الجزائر كيفية أن يعيش جميع الدول العربية أو جميع الدول الإسلامية في المنطقة أو في الجزائر. كيف تتأثرون بينكم؟ طبعا هناك مثلا أنا أتيت إلى الجزائر فقد تأثرت كثيرا بثقافة الشعب الجزائري وبإنجازات الشعب الجزائري. حقيقة يعني هي أذهلتني عندما أول ما أذهلتني. كلمني بلغتنا السورية معلش. اوكي مثل كلمني سوري. فعلا انا يعني اندهشت. ولا جزائري خير، يا سوري يا جزائري. سوري. انا فعلا اندهشت يعني لما اول ما جيت على الجزائر، رحت على مدينة وهران، شفت يعني بنايات فرنسية انه الشعب الجزائري بابطال الثوريين حققوا انجاز عظيم جدا، انه كيف يستطيعون يحرروا من الاستعمار الفرنسي. تعلمت في الجزائر انه العزيمة انسان، ان هناك شيء صعب لكن لا يوجد هناك شيء مستحيل. اكيد تعلمت من الشعب الجزائري العزيمة والإرادة. نعم جميل جدا. بلال، انت ممثل الان عندكم في شرشال ملتقى حول البيئة، وعندكم العديد من النشاطات. عندكم ملتقى وطني حول دور الإعلام كذلك يوم 3 ماي. عندكم العديد من النشاطات. نشوف ما شاء الله 16 مسابقات، معارض للطلبة الأجانب، أناشيد، مسرحيات، مهرجان وطني مختلف الأنشطة الطلبة بوادي سوف بعاصمة الألف قبة وقبة. لا اختصرهم لهذا. قلت بأنه تعيش محمد حسان، قلت بأنه احنا في إطار الدعوة للمشاركة في الكولوك ناسيونال، دوزيام كولوك ناسيونال دو لونفيرونمون
في شرشال اللي تحتضن ولاية بازا. الطبيعة البيئة الخاصة بالبيئة المنطقة الخاص بالبيئة لا يمكن أن نفر من البيئة، لأنه لا يمكن أن نعيش من دون بيئة. لابد، ورسالتي إلى كل جزائري وجزائرية وإلى كل إنسان يشاهد فينا الآن، أن البيئة هي حياتنا، البيئة هي مستقبلنا، البيئة هي مستقبل أجيالنا. دور كجامعي بالتحسيس، ودور أقول أنه دور الإعلام كذلك. هناك كل الفعاليات لها دورها الخاص في الإعلام والتحسيس بهذا المكسب الطبيعي. أقول بأنه هناك العديد، مثلا في جامعة جيجل هناك العديد من الطلبة يهتمون بالبيئة ويهتمون بالطبيعة. الأستاذ الحيلح كذلك يهتم بتصوير الطبيعة عنده، يعني خاصة أنه يغوص في الطبيعة. ما أحوجنا أن نغوص في الطبيعة، أن نعيش حياة الطبيعة. يعني كل هذه أعمال كبيرة جدا ومساهمات من مفكرين وطلبة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار. قلت احنا بصدد التحضير لعدة تظاهرات. هناك المهرجان الوطني الثالث لأنشطة الطلبة في عاصمة قبة وقبة. هناك كذلك تظاهرة ابتداء من الأسبوع يوم 5 حتى اليوم 16. هناك تظاهرة مفتوحة راح يكون فيها المنتدى الثقافي الإعلامي تقليدي. مثلا كل أسبوع نستضيف مجموعة من الشخصيات ومجموعة الأدبية ومجموعة من الأسماء التي تألقت على مستوى الوطن ودوليا. سنستضيف الدكتورة ربيعة جلطي المتواجدة في الأردن. استضفنا الفائز بجائزة الشارقة الدولية للإبداع الشعري ياسين فريد. هناك مجموعة من نعم. خلينا نرجع لأنه هو ضيفنا، يعني هو معنا ولكن يبقى ضيفنا مسعود محمد، منسق الجاليات والجاليات الأجنبية خاصة. صفتك أنت المنسق، يعني أنت عضو في هذه المنظمات الطلابية وعضو في هذه الجمعية الثقافية الموجودة في الجامعة ومنسق بالنسبة لطلبة الجاليات. كيف تكون منسقا، أو ما دورك كمنسق بالنسبة لمختلف هذه النشاطات، وكيف وجدت جيجل؟ قبل السؤال الأول جاوبني على الثاني. طبعا تقريبا عندي صار لي 4 سنين في جيجل. طبعا عشت أجمل يومي في جيجل. جيجل مدينة جميلة جدا، جزر كامل إنها لوحة فنية رائعة جدا. كيف يعني نحاول دائما أن نقرب الطالب الجزائري كيف مستوى اجتماعي لدى شعوب الدول الأخرى. نحاول أن نقدم للطالب الجزائري كيف يكون حياته الثقافية وحياته الاجتماعية لدى الشعوب الأخرى. نحاول أن نتجاوز دور الإعلام فقط، نحاول أن نقدم صورة مباشرة ملموسة، أن نحن ليس فقط نحن نقدم ما هو، نحن بقيت نتفاعل مع هذه، نتصرف معهم على هذا الأساس، نتصرف معهم على أساس أنا سوري، كيف نحن نعيش وكيف نحن نأكل، كيف نحن هناك أفراح لدينا، هناك أعراس لدينا. نحاول نقربهم من فكرة جذور التواصل، نحقق جذور التواصل بين الشعب السوري وبين الشعب الجزائري. نحاول أن نقدم لهم فكرة أو لمحة ليس فقط عن الشعب السوري، الشعب الفلسطيني أيضا هناك معنا، شعب الصحراء الغربية. هناك طبعا لدينا لقاء آخر نحن نقدم، هناك تظاهرة جاليات فحيكون جميع الجاليات مشاركة فيها، صحراء غربية، تشاد، سوريا، حتى هناك جاليات أخرى، هناك تركيا، هناك كردية، هناك أيضا مجموعة من الجاليات سوف تشارك معنا في جميع جيجل. التنسيق راح يكون على المستوى الوطني مثل ما قلت. طبعا عفوا التنسيق راح يكون من طرف حتى والي ولاية جيجل، هو يكون تحت رعاية والي ولاية جيجل وأيضا تحت رعاية رئاسة الجامعة في جيجل. التنسيق فيه محاولة وفيه إرادة من أجل خلق توأمات بين مختلف النوادي على مستوى الجامعات، لأنه محاولة خلق ذاك امتداد. مثلا السنة الماضية كنا في تلمسان في عاصمة الزياريين التي ستتحول إلى عاصمة الثقافة الإسلامية. محاولة إشراك الطالب الجامعي في مختلف الفعاليات، ومحاولة كذلك حسان أقول بأنه باختصار لأنه مثلا الطالب الجامعي لما يجي للجامعة يبحث دائما عن فضاءات من أجل الإبداع ومن أجل التميز. حتى بالنسبة للجاليات نرتشف شيئا نسمر ونرتحل إلى عوالم الإبداع وعوالم التميز، العوالم خاصة لأنه ما تفرقه السياسة تجمعه الثقافة. المختلف الأجناس البشرية من الدول العربية تجتمع، لأن الثقافة هي اللي تجمعها والإبداع هو اللي يجمعها والإعلام هو اللي يجمعها. تشربون شيئا أسمرا ونرتحل إلى ضفاف المشرق وعوالم الإبداع والدهشة.
وفي الكهوف العجيبة نجتمع في العوانة زيادة من سوريا وغيرها. شكرا كثير، يعطيكم الصحة على حضوركم معي، بارك الله فيكم. طبعا هو حب الشباب وهي رغبة الشباب وقوة الشباب في الإبداع دائما والتواصل دائما. يعطيكم الصحة، شكرا كثير يا حبيبي. فقط حسن، الجزائر منحتنا البهاء، منحتنا الجمال، لنمنحها قليلا من الروح، قليلا من الإبداع، قليلا من الصدق، وقليلا من الوفاء من أجل جزائر الغد، جزائر التميز. ابقوا كما أنتم رائعين يا أبناء الجزائر. يعطيك الصحة. ليس بالغريب أن تكون جزائري مع سوري في نقاش واحد، فللعلاقات الجزائرية السورية باع طويل وطويل جدا، وللأمير عبد القادر بصمة متميزة وخالدة في سوريا. طبعا هو ليس فقط، هو أيضا كان لقد ساهم كثيرا في توطيد الأمن في منطقة الشرق الأوسط. يعني نحن نشيد بإنجازات الأمير عبد القادر الله يرحمه. أنا حبيت ندخل الأمير عبد القادر لأنه الآن فيه ورقة حكاية مكان الخاصة بهذا الموضوع المهم والجميل. شكرا كثير حضوركم معي ضيفاي العزيان، طلبتنا الأعزاء، بالتوفيق إن شاء الله. موعد راح يكون في شرشال إن شاء الله يا رب، راح نمدوا هذا الموعد. شكرا كثير. حكاية مكان راح تاخذها من خلاله زميلة مريم علامي لمتحف الأمير عبد القادر بمليانة. متحف الأمير عبد القادر هو عبارة عن بناية تركية قديمة كانت في السابق مقرا لقائد تركي سميت آنذاك دار البي، ولما دخل الأمير مدينة مليانة اتخذها مقرا له وسميت بدار الأمير سنة 1835. وحين سقطت المدينة في يد الاحتلال الفرنسي سنة 1840 مر بها نابليون الثالث سنة 1865. في سنة 1835 لقد استقبل الأمير عبد القادر الجزائري بحفاوة بالغة من طرف أحفاد الوالي صالح أبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي، وسكن بهذه الدار. وأول شيء الذي قام به الأمير عبد القادر الجزائري هو عين أول خليفة محمد الصغير من 1835 إلى 1837، ثم بعد وفاة هذا الأخير عين